حب الناس حاجة جميلة جدا، حاجة بتديك كده إحساس بالقبول والانتماء. وكان في مثل كده زمان أسمعه كانوا بيقولوا ربنا يحبب فيك خلقه. ده جزء مهم جدا من حياتنا، وحياتنا قايمة على الحياة الاجتماعية ووجودنا في وسط ناس في مجتمع كبير. لكن المشكلة بتبدأ لما أخلي حب الناس عندي أهم بكتير جدا من حبي لنفسي. من الناحية النفسية حب الذات هو الأساس، تركيزي مع نفسي هو الأساس، إن أنا أدور على سعادتي هو الأساس. لأني طبيعي جدا لو مش عارف أحب نفسي فبالتالي مش هعرف أسعدها، ولو مش عارف أحب نفسي فأنا كده مش عارف أشوف قيمتي. هفضل أدور على التقدير والقبول والاحترام والحب والمشاعر في كل الناس اللي حواليا بطريقة مبالغ فيها. طب انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ هاجي على حساب نفسي، وهاجي على حساب استحقاقي، وهاجي على حساب قيمتي. يعني ايه؟ هتقبل حاجات كتيرة جدا جدا، وهتحط تحت ضغط شديد جدا علشان انا عايزة اوصل لتعاطف الناس معايا، فبالتالي هيدوني حب ومشاعر. هستحمل واجي على نفسي، هتظلم وهستحمل، مش هاخد حقوقي وهستحمل، حد كتير مش هاخد مقابل ده وهستحمل، وهبتدي اظهر واحاول ابين عكس المشاعر اللي انا حاساها. كل ده هيبتدي يأثر في علاقتي وهيخليني دايما تحت رحمة رأي الناس فيا ونظرتهم فيا. في ناس عندهم رأي الناس فيهم ده أولوية، مش مهم هم عايزين ايه ولا بيحبوا ايه ولا نفسهم في ايه ولا عايزين يعملوا ايه، المهم الناس هتقول عليهم ايه. لكن كل ما بحب نفسي بقى هعرف ازاي ابني علاقة صحية ومتوازنة. هقدر اخلي حب الناس ده اضافة لحياتي، مش شرط اساسي لسعادتي. وعلى فكرة كل ما هتعرف تحب نفسك صح، كل ما هتلاقي الناس اللي شبهك واللي زيك واللي هيدعموك واللي هيكملوك هيقربوا منك. فأحيان كتير بيكون السبب في ده عميق جدا وراجع لمواقف كتيرة جدا بتكون حصلت لنا في الطفولة. أول حاجة المقارنة اللي تعرضنا لها واحنا صغيرين، تاني حاجة صدمات التنمر أو الفشل، تالت حاجة الإحساس بالعجز، رابع حاجة الإحساس إن احنا مش كفاية، كمان الإكسبكتيشنز أو التوقعات العالية جدا. دايما بعمل مجهود طول الوقت عشان أنا عندي توقعات إن رأي الناس فيا هيكون حاجة رهيبة، وفي الآخر بتصدم لأنه مش بيبقى شبه توقعاتي ولا زيه. الكلام السلبي المستمر بيأثر على حياتنا لأنه بيحسسني إن مفيش فايدة وإني مش نافع وإني كده بايظ وضايع. كل ده بيأثر على نظرتي الشخصية لنفسي، وكل دي مشاكل لازم تتحل من جذورها. أحلها إزاي؟ لازم أتعرف على نفسي الحقيقية وعلى صفاتي بعمق، لازم أتقبل عيوبي قبل ما أتقبل حسناتي أو أتقبل مميزاتي. لازم أفهم إن أنا بني آدم طبيعي وعندي عيوب وعندي مشاكل زي كل البشر. كلنا عندنا عيوب، كلنا بنتعايش مع هذه العيوب أو بنحاول نحلها. كل ده هنعمله في كورس How to Move On. إزاي هنجتاز آثار الماضي ونبني نفسنا من أول وجديد. يعني باختصار كده، حب نفسك مش رفاهية، حب نفسك دي حاجة أساسية علشان تكون مرتاح نفسيا، وعلشان تعرف تبني نفسك من أول وجديد، وعلشان تعرف تشوف نفسك أنا الجديدة، وكمان علشان تعرف تجذب الناس اللي زيك واللي شبهك وتكسب حبهم ومشاعرهم بطريقة صحية. طبعا اعمل شير للفيديو وابعته للناس انت عارف ان الكورس ده هيفيدهم، واحجز بسرعة في الكورس ده علشان تستفاد من كل اللي قلناه.